السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية المجد للأسياخ النحاسي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدنا نتكلم يا إخوان اليوم مختصر مفيد. بدنا نرجع على القناة يا إخوان زي أول وأفضل من أول بإذن الله تعالى، كما عهدتموني دائما. أكاديمية المجد ما بشتغل على القناة وحدي، يوجد معي خبراء من اللي بنقول عنهم اخوان خلف الكواليس من 2019 لليوم موجودين على أكاديمية المجد. من فتحنا القناة احنا يا اخوان عائلة واحدة. بيعرفوا يا اخوان الشرفاء، جميع الشرفاء الموجودين عندي على القناة من قارة آسيا ومن قارة أفريقيا، خلف الكواليس الذي لا يوجد لهم قنوات على ايش بيمشي أكاديمية المجد. لا بنحب احنا، لا انا ولا متابعيني الشرفاء، احنا يا اخوان قاعدين من غربل لهي اللحظة، من غربل اشخاص عن القناة. فهمنا كيف؟ كما نفعل دائما، كما عهدتموني دائما، بنعطي الواحد مدى معين، بنكشفه، نجمع عنه الحقائق. لان احنا اليوم مش اولاد صغار يجي يقولوا لي على سبيل المثال فلان شتمك، فلان عمل. لما نتأكد من الحقائق وبعد ذلك من غربل من جيب اللي من 2019 بتذكروا هذا الموضوع. بدنا نرجع هاي قناة يا اخوان اقوياء زي قبل وافضل لسه. اللي دائما نقول احنا اخوان ما بننظر خلفنا، ما بننظر ورانا، احنا بالقمة وصلنا لفوق، ما بنرجع يا اخوان نرجع لتحت. كنا عقائد ذكرناها يا اخوان قديما، هاي المقولة لي انا وياك اسسنا قواعد حقيقية مليون بالمية. طبعا هذا الفضل يرجع لي ولا خبراء قناتي خلف الكواليس. قلنا لما نيجي نتطرق عن اي معلومة بنثبتها من ارض الواقع، من ارض الميدان. الميدان يا حميدان، لا من فبرك. وماذا يحصل خلف الكواليس بيعرفوا الخبراء قناتي انها خلف الكواليس. هاي انا حكيت عنها، اللي كذبوا واللي فبركوا، اللي عمروا بحياتهم اشخاص يا اخوان مثال ما طلعوا اي نوع معدن. بتعرفوا لما بده يروجوا لجهاز معين، مثال اي جهاز فبركوا وقولوا انه طالوه، وهو ما عمرهم بحياته يا اخوان مثال برغي مصدي ما طلع. موضوع الاخر، كما يعلم الجميع اشخاص كثيرين تخرجوا من أكاديمية المجد الأسياخ النحاسية من قارة آسيا ومن قارة أفريقيا بفضل الله عز وجل. لا كذبنا على أحد. اللي بده العلم هذا يا أخوان، العلم دائما نقول العلم بالشيء ولا الجهل به. أعطيني على طبق من ذهب. وبعرفوا الخبراء قناتي، لما نقول خبراء قناتي يا إخوان تكلمنا عنهم قديما، كانوا يفحصوا بالأسياخ المجردة بالطريقة القديمة الكلاسيكية. أتكسم على المثال انفرج فراغ. طيب الفاصل الوحيد اللي هو الميدان يا حميدان، لا أنا ولا أنت ولا أي شخص يقيم خبير معين، الذي يقيمه متابعينه. الفاصل الوحيد بيني وبين تلك الأشخاص يا إخوان المتابع. قاعدين يا إخوان دائما بنحكي يعني اللي ما بشوف من الغربة الأعمى. وثقنا على هذه القناة من قديم الأجل لليوم تطوير الأسياخ، اللي قلنا احنا إخوان مثال من لا شيء صنعنا الشيء، من خردوات إلى آخره. طيب أنا يا إخوان ما بشهد إلي، أنا اللي استفاد من قناتي لاحظنا مثال بالتعليقات بالأمور أخرى. دائما بنحكي يا إخوان إحنا اليوم صلاح خرفان لما يتعب مع شخص معين أو مجموعة أشخاص، كنا نتكلم يا إخوان دائما نقول الساكت عن الحق شيطان أخرس. الساكت. لاحظنا بالأوان الأخيرة برضو كما يعلم الجميع بننزل أي فيديو يا إخوان. اليوم خلنا نلاحظ من أسست القناة لليوم قلنا
أنا وخبراء قناة الموجودين عندي من قارة آسيا ومن قارة أفريقيا. فتح القناة هاي كان حين ذاك نذكر يا إخوان تصحيح علم، بفضل الله صححنا، بفضل الله الجميع استفاد. تكلمت، طلعنا بدرس قديم، طلعنا بدرس قديم إذا بتذكروا، قلت تلك الأشخاص آخريتهم مرجعهم، المرجع الأساسي بده يكون بفضل الله عز وجل لأكاديمية المجد للأسياخ النحاسية بطرق الفحص الحقيقي. لما نطلع أنا وياك على الميدان يا حميدان شو بيحصل معنا؟ قلنا بده يحصل معي بالأردن، بده يحصل خارج الأردن. موضوع الآخر يا إخوان، تكلمنا من الألف إلى الياء. اليوم نحن وخبراء قناتي من قارة آسيا ومن قارة أفريقيا بالقمة. احنا أسسنا القناة يا إخوان، طلعنا معكم درجة درجة. تكلمنا من سيخ مجرد، تتذكروا كنا واضعين المغناطيس هون حتى من أيام سيخ المجرد. بذكروا القدماء الموجودين عندي على القناة. تكلمنا لسانيا وليس من المفتي جوجل. قلنا لكم إن شاء الله نخليكم تحطوا حجر على السيخ بس نعرف هذا الحجر أين يوضع. لما قلنا بقطعة واحدة نضبط الجهاز. وبذكروا يا إخوان بال 2019 كنا نوثق مدافن بالسيخ المجرد، أنا وهو النحاس الأصفر المجرد. كنا واضعين مغناطيس عدد واحد هون والأفكار تسرق. طيب حبينا نحكي الموضوع، ما بال تلك الأشخاص كلهم يا إخوان، كلهم إحنا بنتكلم بشكل عام، ما بالك أنت وغيرك 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 تتكلم بإشي بدون دليل، وتتكلم ما أتكلم به أنا، تذم صلاح خرفان مثال وتبحث بطرقه وبسيخه. لما نقول سيخ يكون حتى السيخ المجرد، أنا أول شخص بفضل الله لسانيا تكلمت لا يهم شكل السيخ، نعمله على شكل مثلث، مربع، سيارة إلى قديم. قلنا وهذا بفضل الله عز وجل كانت تحديات بيني، وكنا نراهن أنا وخبراء قناتي من قارة آسيا ومن قارة أفريقيا بأن بفضل الله طبعا المرجوع كله بده يرجعوا لأكاديمية المجد. ركز، أنا وخبراء قناتي خلف الكواليس أسسناكو بالطريق الصحيح من قديم يا أخوان، حتى قديم قلناكو صلاح خرفان ما بيشتغل وحده. هل عمرك حسيت يا اخوان ايد واحدة بتسقف؟ لا، ايدتين بنسقف. ثواني شوي بالله. تذكر يا اخوان سيخ اللولبي، هذا سيخ اللولبي ضفنا عليه حديد ونحاس. تتذكروا قديم الأنفس المريضة نعتبرهم، نقول لك هاي الطريقة التركية. طيب يا إخواني يوجد أنتينات هوائي سيارات، انسى بدي أعدل هون. الكل بتذكر في هوائيات أنتين شكله زي هذا إخوان، كان نحط لولبي جاي لولبي، تذكروا؟ لما قلنا لا يهم شكل السيخ، شكل الجهاز، شكل الباحث. طيب عملنا بالشكل هذا، عملنا بتتذكروا سيخ بطة، عملنا. طيب لاحظنا بالأواني الأخيرة لما قلنا يا إخوان مرجوحهم إلي بالأواني الأخيرة حتى اللي بيمسك سيخ مجرد بطلوا بالطريقة القديمة يخلوا الشكل تبعه هيك. ركز، صورنا لما قلنا مثال حر أنا بدي أعمله على شكل سيارة، على شكل بطة، على شكل كذا. طيب نلاحظ جماعة الأسياخ المجردة نتكلم لهم قنوات، ليش سيخهم تغير شكله؟ ما بقي زي هيك بالطريقة القديمة الكلاسيكية. ما نوضح هاي الأمور. مين وضح؟ مين وضح يا إخوان؟ أي جهاز إحنا كنا نعمله بطريقة معينة، بصنعه بشكله مثلث، مربع، مستطيل، لولبي إلى لا، كنت أصوره أمام الجميع صح؟ مش كنت أصوره صوت وصورة، أصور الأجهزة تبعوني أصورها زي هيك صح؟
لماذا طيب أجهزتهم ما ظلت على الطريقة هاي القديمة؟ الكل لاحظ صاروا بعض الأخوة لما قلنا لا يهم شكل السيخ، حر أنا بدي أصنع سيخ هيك أطعج هيك، ذكرناه مرة صورنا سيخ بهاي الطريقة يا إخوان. لاحظ الشكل هيو، بتتذكروا هذا هي يا إخوان زي البطة تتذكروا. طيب أنا حر بدي أصنع هيك بالشكل هذا، لاحظ نلاحظ. أول شخص يا إخوان تكلمنا عن هذا الموضوع، أجهزتهم حتى سيخهم المجرد واضح كان كله بالشكل الطريقة القديمة الكلاسيكية. طيب أنا بدي أعمل هيك حر أنا يا إخوان ها. وصورنا مرة يا إخوان سيخ الأنتين، لا حول ولا قوة إلا. طيب أنا بدي أصنع جهاز هيك ركز حر أنا. تتذكروا يا إخوان لا يهم شكل السيخ كتصميمه حر. طيب بفحص هذا هي بيشتغل وبزقر وأموره طيبة سندك حر. أنا بدي أرد أعمل هيك مثال بالشكل هذا، هي اعتبار سيارة، هل أستطيع الفحص به؟ أستطيع. تذكر لما صنعنا من لا شيء صنعنا الشيء. من هو المؤسس لما قلنا مين تكلم لسانيا صوت وصورة لسانيا؟ مين يا إخوان؟ أنا وخبراء قناتي. من قديم الأجل من أسسنا القناة يا إخوان من 2019 لليوم، صورنا جميع أنواع الأجهزة اللي صنعوها متابعي قناتي من قديم الأجل لليوم. صورنا سيخ الحديد المجرد بعدة أشكال مثال، لما قلنا ما يهم الشكل. صورنا جهاز البطة، صورنا أجهزتي قديم حديد ونحاس، متابعيني حطوا بيه أكثر من مادة وصورناه على هذه القناة. فهمنا كيف؟ نعطيك إحنا عملية التصنيع وهاي الأمور. قلنا هون ما بنقدر نحط مقبض، نصنع مقبض بالأنتين. تذكروا أعطيني واحد كان معاه أنتين كلهم كانوا يحطوا بيه إخوان على إيش؟ الطريقة القديمة اللي كان يطلق عليه اسم بلياردو وكان يحطوا رمان بلي. هل عمرك شفت شخص واضع أنتين محاكاة للمقبض بالشكل هذا؟ أعطيني يا إخوان، أعطيني مين؟ لاحظ أسع الآن كلها اللي حتى لو بيمسكوا الأنتين لحاله وبيعملوا له قاعدين محاكاة مقبض. طيب مين تكلم عن هذا؟ تيجي تقول لهم يا أخي طيب مين الأساس؟ قل لك جدهم الويس التاسع عشر، أخذوا الفكرة من الويس التاسع عشر. كانت تحديات من قديم الأجل كنا نقول مرجوحهم إلي، جماعة الأسياخ المجردة، جماعة كذا إلى تتذكروا هاي السلسلة؟ كانوا الله وكيلك طريقة قديمة أكس معدن، هاي شغلهم إخواني. نتفرج فراغ. مين أعطى قراءة صحيحة؟ مين أعطى شغل صح؟ الأسياخ قديما انقرضت، مين رجعها؟ الكل كان يسمع أكذوبة الأسياخ، أكذوبة إلى مين؟ هاي لاحظنا يا إخوان بالمنتديات، بالتليجرام، التيك توك، جميع أنواع المنصات، اليوتيوب. في أشخاص مثال بيتكلموا عن أسياخ معينة، عن إشي معين، أول مرة يا إخوان إحنا بنسمع بيهم تلك الأشخاص. فهمنا كيف الموضوع؟ مثال المصدر تبعهم منين، الشغل تبعهم منين، الأمور الأخرى منين، نتكلم عنه. قديم تكلمنا بدكم مليون سنة، ما زلنا نقول لهاي اللحظة بدكم مليون سنة شمسية بفضل الله طبعا عز وجل، شمسية وقمرية، لما تصلوا للمعلومات اللي وصلت لها أكاديمية المجد. تحدي كان، وقلت لك رايح نلاحظ بالأوان الأخيرة من أسسنا القناة أنا وخبراء قناتي مرجوحهم لمين؟ تلك الأشخاص. الكل اليوم يراقب يا إخوان أكاديمية المجد شو بده ينزل على القناة. صلاح خرفان يقول لك امسك السيخ ارفعه بإيدك اليمين، بتقول لي لا احنا بدنا نرفعه بإيدي اليسار.
أمثلة اللي هي إذني وهي إذني. صلاح خرفان يقول لك سيخ لولبي مثال إلى آخره. طلع صلاح خرفان يقول لك لا يهم شكل السيخ، لا يهم، حر أنا بدي أعمل جهاز بشكل سيارة، مثلث، سداسي، خماسي، رباعي، ثلاثي. مين تكلم عن هذا المعلومات؟ مين إخوان؟ حتى لو بيمسكوا اليوم سيخ مجرد تغيروا الشكل تبعهم. هاي الطريقة القديمة كانوا يصنعوها بهاي الطريقة يا إخوان. صححنا منظومة اللي بيبحث بسيخين، تكلمت عنه بال 2019 ودائما نعيد ونزيد. حتى اللي بيبحثوا بسيخين قلنا الطرق المتبعة. طيب مين أعطاها يا إخوان المعلومات؟ هون سؤال. أنا اللي أعطيت المعلومات، أنا أعطيت. كان الله من قديم الأجل يمسكوا لك السيخ بطعجوه هيك وروج من المفتي جوجل طريقة القديمة الكلاسيكية، وهو يصطاد فرفحينة وزبي الغنم، وتكلمنا عن هذا الموضوع. مين اللي وضح؟ سؤال. ابن الميدان. مين قال إن فخار القدماء يوجد به معادن؟ أنا كانوا يقولوا لك ذهب، كنت أقول لهم يا إخوان طيب أيام الأشياخ مجرد وهي الأمور قلنا نقول لهم طيب والفخار لما نقرأ أنا وياك عشوار طيب منطوق فخاريات. قال لا ما بقرأ. هاي الطريقة القديمة. كان يقولوا لك خصائص نحاس الأصفر من خصائص الذهب، اللي هو يجب أن كل فاحص يفحص نحاس أصفر المجرد. المثال بغض النظر بسيخ أو بسيخين، كان يقولوا لك خصائصه من خصائص الذهب. بيجي شخص فتحه لزمانه. تكلمنا اليوم قديم، أنا درس قديم يا إخوان طرحت هذا الموضوع. اليوم لما نجيب أنا وياك أي سيخ أي إشي نطليه كله ذهب، روح على السايغ اسمه طلي وليس تغطيس، اسمه نطلي المادة. عندي نحاس بدي أطليه ذهب. طيب طلينا النحاس الأصفر المجرد كله ذهب وفحصنا بالميدان حميدان، هي الاصطاد لنا الذهب. شو النسبة والتناسب؟ النسبة والتناسب شو هي يا إخوان؟ ما بيعرفوا عنها النسبة والتناسب. لما قلنا إحنا نتعامل خصائص المعادن، السيخ المناسب لي، الجهاز المناسب، في أنتين مناسب، في أنتين مش مناسب يا إخوان، في حديد مناسب، في حديد مش مناسب، في اللي تطرقنا عليه من قديم الأجل يا إخوان. من أعطى هاي المعلومات؟ مين أعطاها يا إخوان على الشبكة العنكبوتية؟ مين؟ أنت 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 معروفة. كنتوا تتطرقوا للطريقة القديمة الكلاسيكية. مين أعطاه؟ مين قال لكم نقلب المقبض؟ أنا وياك واضعين مقبض هون هيك. مين قال لك طيب يا أخي اقلبه جرب؟ مين قال لك جهاز يحتاج مغناطيس؟ في أجهزة ما تحتاج مغناطيس. مين تكلم يا إخوان؟ مين تكلم؟ اليوم صلاح خرفان لما قلنا بقطعة واحدة نضبط كأننا بنلعب بموجة، تتذكروا اليوم حتى أنتين مجرد أو سيخ مجرد تكلمنا من قديم الأجل إلى اليوم. قلت لكم نخليكم حتى بحجر نضبطه كأننا بنلعب بموجة يا إخوان. مين تكلم عن موجة؟ من إلى هيك ها كأني أنا بلعب بموجة. مين تكلم لسانيا موجة؟ كأننا بنلعب من معدن لآخر، من اعتبروه تردد، اعتبروه قلنا زي ما كأني بلعب. اليوم صلاح خرفان لما بدي أضع مثال هاي القطعة بدي أضعها على الجهاز اليوم، وين تضع؟ اليوم صلاح خرفان لما بده خلطة سرية معينة بجهاز معين، اللي قلنا يا إخوان نسبة وتناسب. كلمة مين نسبة وتناسب؟ كلمة مين إحنا نتعامل بخصائص المعادن؟ كلمة مين يا إخوان؟ لمين تعود؟ نسبة وتناسب. فهمنا الموضوع؟ اليوم صلاح خرفان بده يحط على سبيل المثال فلتر السيجارة ها. صلاح خرفان مش عهبل بحط هون أو نحط هون أو نحط هون.
أين نضع تلك الشغلات يا إخوان؟ وين نضعها؟ وين تضع بالمكان الصح؟ ولا أنت سمعت من المفتي جوجل من الطريقة القديمة يجب أن تنحط هيك، يجب. طيب قانون يجب، قانون يجب، هي لغيته قانون يجب. هل جربت قانون يجب؟ ما جربت. مضيتها بقانون يجب 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 إلى آخره يجب. طيب جربنا قانون يجب، ما استفدنا منه شيء. القانون تبعهم يا إخوان ما استفدنا شيء. أنا من فتحت القناة يا إخوان قلت وكنت أطرح سؤال، اعتبرني أنا متابعك. تذكروا هاي كل الموجودين عندي على القناة بفضل الله يا إخوان جربوا الطرق كلها. شو ما بخطر على بالك. تكلمنا عن هذا الموضوع من 2019 لليوم. طيب ما استفادوا. يجب ويجب 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 وخصائص يجب السيخ على الطريقة القديمة الكلاسيكية إلى شو عرفك شو المناسب أنت؟ شو عرفك؟ ذكرناها قديم مرجوح كلهم إلي. لا يهمك واحد اليوم بقول لك بيحكوا عني وبجيبوا وبسووا كذا يا إخوان، يقلدوني ويصنعوا أجهزتي. مين تكلم عن رقائق النحاس؟ مين تكلم عن عقارب الساعة؟ مين تكلم عن الحديد والألمنيوم وخلط مواد؟ مين قديما كنا نصور يا إخوان أجهزة بتضوي وبتطفي وبتبرق بترعد مادين عليها بطاريات. شو عملت بالميدان يا حميدان؟ شو عملت؟ هون سؤال يا إخوان اطرح نفسه. شو عملت؟ اللي بيبرق وبرعد شو عمل معكو؟ اللدات شو بتعمل؟ اللي قلنا أطلقنا عليها من قديم لأجل اليوم يا إخوان من برا رخام. عجبك منظم برا رخام من جوا صخام. لعبة أطفال صغار. أبدا يا إخوان لعبة أطفال صغار. لعبة أطفال صغار. ماذا قدمت؟ من قديم الأجل نقول يا أخي خلي المتابع يحكم بيني وبينك. متبعين أسس. لما نيجي يا إخوان نكشف الحقائق اليوم نظام عندهم نظام الأنفس المريضة. ضربني وبكى سبقني واشتكى. اليوم خبراء قناتي أنا أو غيري نعتبر يا إخوان أنت بحارتك. هل معقول وأنت ماشي بالشارع تروح شخص تتهجم عليه؟ متى تتهجم عليه؟ متى؟ لما هو يتهجم عليك. هذا يا إخوان النظام. ضربني وبكى وسبقني واشتكى. يعني أنت تهجمت. صلاح دافع عن حاله. صلاح ترجع تقول صلاح عم تهجم علينا. سمحنا هبايل. من فتحنا القناة يا إخوان اللي مش كاره قلنا يا نارو اللي مش كاره يا نارو. إحنا اليوم تكلمنا يا إخوان عن تطعيم بالسماعة. مين تكلم عنها لسانيا؟ مين لما قطعنا تذكر السماعات؟ قمنا السماعات ووصلناها على الأجهزة على السيخ تبعنا هون وهون وصلنا نطعم. مين؟ تكلمت لسانيا. أنا تكلمت لسانيا على الشبكة العنكبوتية إخوان صوت وصورة. أنا تكلمت لسانيا على الأنتين هذا والصنع بالطريقة. أنا تكلمت لسانيا. جهاز البطة والأمور واللولبي وكذا أنا تكلمت لسانيا. خصائص المعادن إحنا نتعامل بخصائص المعادن. أنا تكلمت لسانيا. حديد ونحاس وخلط المواد أنا تكلمت. أنا طالع على الشبكة العنكبوتية أمام الجميع بالصوت وبالصورة بشرح صوت وصورة. أنا بشرح ما بجيب بوست معين نفبرك. ما بنرجع للشات المفتي تبعهم يا إخوان. الشات ذكاء الاصطناعي ما بنرجع له. إحنا ما بنرجع يا إخوان لهاي الأمور اللي كل ما بدك فتوى بتروح على المفتي جوجل. اليوم بطلوا الناس يستفتوا المفتي جوجل صاروا يستفتوا الذكاء الاصطناعي. طيب مين اللي حط المعلومات بالذكاء الاصطناعي؟ أنا وأنت وغيري وغيرك. مين حط المعلومات على جوجل؟ لما تطلب أي شيء من جوجل طيب مو أنا دخلت المعلومات.
وانت دخلتها وغيرك دخل وهاي كذا كذا، معناته انتم هنا تأخذوا المفتي تبعكم من المفتي جوجل. جماعة نتكلم كوبي بيس نسخ لصق. طلعنا بدرس اخوان، قلنا لهم اخوان فضلا وليس امرا، عينك ببرقتك، عينك ببرقتك. شو لك بقناتي انا؟ شو بحكي، شو بجيب، شو بطور؟ ليش تقلدني؟ ليش ما قلدتني قبل انت؟ لما قديم كنا نقول لهم يا اخوان بنتظروا صلاح خرفان، شو بدو، كل القنوات بتظل ساكتة، كلهم ما في عندهم، بيطلع صلاح خرفان بيشرح موضوع معين، الكل بنتظروا ايش؟ ساكتين، بنتظروا صلاح خرفان شو بده يتكلم بس. وبعد هيك هم تيجيهم الفكرة او بأبصر شو بيجوهم، مين بنزل عليهم ما بتدري، وبيجي يتكلموا. انا تكلمت، انا تكلمت، انا تكلمت، انا فدت الجميع بفضل الله عز وجل. حبينا نطرح هذا الموضوع، الجاي أفضل بإذن الله تعالى. طب هاي سيخ مجرد، هاي لولبي، لمين هذا اللولبي؟ وعقارب الساعة لمين؟ هاي سيخ مجرد. طيب من وجه هيك ورد وجه هيك، بعرف أنا عايش بقرأ قاعد، بعرف شو بقرأ قاعد. فهمنا الموضوع؟ هاي سيخ هذا الأنتين، هيو يا إخوان بفضل الله عز وجل. كربج، إلي كلمة كربج فرمت، هاي إلي المعلومات. أيوة قاعد بتنقل يا إخوان. وين بتنقل؟ وين؟ مين أعطى هاي المعلومات؟ مين أعطاها؟ مين يا إخوان؟ تجاذب، تنافر، خصائص المعادن، ما هو مثال شيء نوع المعادن. نرجع ل 2019 يا إخوان، خلنا نفهمهم خطأهم والمعلومات التي يرددوا بها زي الببغاء. ما هو نوع المعدن الذي الجهاز ينجذب له، وما هو نوع المعدن الذي الجهاز ينفر منه. ليش قاعد أنت بتصنع وسيلة معينة قاعد بر على المياه، مشع، حجر صوان، بزلت، عروق شجر؟ مين وضح؟ مين وضح يا اخوان؟ تتقاطع اجهزتهم حتى جماعة السيخين كأن عازلين. مين تكلم يا اخوان؟ لا يوجد عزل، كأن عازلين. اليوم انا وياك قاعدين نفرمت. انا بمسك الوسيلة، برفع بايدي هيك، بعرف شو مسكت. بمسك هي الوسيلة تتنقل قاعدة، بعرف انا على ايش مسكت، وشو قرأت، وشو عملت، وشو سوت. كأن عازلين، لا يوجد عزل، كأن عازلين، كأن لاغيين، ولا يوجد عزل. نصنع احنا جهاز انا وياك بطرق معينة. الارض اذكر عد كلها معادن، مياه، فخاريات، مكسر، الى نرفع الوسيلة. طيب تشير، المفروض ما تقرأ. وحتى لو اتبعت مشيت مع السيخ، نركز، ذكرنا هذه السلسلة قديم، حتى لو مشيت مع أول هيك إشارة وظليت ماشي خطوة ونوقف، المفروض جهازي يا إخوان ما يقرأ لي مياه، ما يقرأ لي فخار مكسر. لو أحفر أنا وياك بدون أجهزة فخار مكسر، ما يقرأ لي فحم، ما يقرأ لي حلزون، جماعة الحلزون. طيب أنا تكلمت يا إخوان الأسياخ تقرأ الحلزونات قبل ما نعرف تلك الأشخاص وشو بيحكوا. وضحنا صححنا لهم علم قبل ما نعرف التلاميذ. مثال، قبل ما نعرف من قديم الأجل لليوم كنا نتكلم عن الحلزون، تكلمنا عن حركة الفحم، الجير، في ناس بسميه حور. طيب هي يا اخوان انا اللي بدي ارد عليهم، بس ياخذوا مجرد يا اخوان بيقولوا لك ذهب، هيك بيقولوا ذهوب، بيقول لك صنعنا جهاز لا يصطاد الا الذهوب، لأنهم مش أولاد ميدان يا إخوان، هذول ملقنين من المفتي جوجل، ملقنين. راجعين على القناة،
لما نقول القافلة تسير والكلاب تنبح، نرجع إخوان زي أول، بس إحنا نوضح شو بيحصل قارة آسيا وقارة أفريقيا فقط. حتى المتابع وضحنا شو الأجهزة اللي بتصطادها، شو كذا الميدان الحميدان. لما متابعيني يطلعوا على الميدان الحميدان ويصطادوا أي شيء، يقول لك نعم والله صلاح خرفان صادق، ما يقولوا عني كذاب. بيجي واحد يقول كذا، بقولوا نعم يا اخوان موضح القناة، موضح. اما اليوم اصحج لهم كذب يا اخوان، اصحج وانا مش مطلع. انا عمين بقدر يا اخوان بضحك على تلميذ عمره بحياته ما فحص، ويجب الى طبق يجب بالميدان، ما وجد شيء. طبق فلان لم يجد. أبصر إيش يا أخي، أنا علمي حقيقي تدرب. شو أتدرب؟ كم سنة أتدرب. لما نيجي نقول لك طلعنا وطبقنا وجبنا وحطينا، برجع يقولوا لك لا تدرب، لأنهم تلاميذ هذول ما ذكرناهم إخوان، هذول خبراء ملقنين وليس خبراء. في فرق بين خبير، في فرق بين خبير ملقن، في فرق بين خبير مفتي جوجل، في هون فرق. اليوم لما تطرح عليهم سؤال مثال ما بيعرف يرد عليك إلا من المفتي جوجل أو يسأل الذكاء الاصطناعي. من الموضوع إلا بيسألوا لك الذكاء الاصطناعي، قاعدين بيرجعوا بيسألوا المفتي جوجل. حبينا نوضح مين خبير ومين طرطور. نستودعكم الله. استنى نسينا يا اخوان، والذكي يفهم والميدان يا حميدان. ودائما نقول لمتابعي أكاديمية المجد الأسياخ المحاسبين من قارة آسيا ومن قارة أفريقيا، الساكت عن الحق شيطان أخرس. عرفنا الأسلوب اللي بتتبعوه، ذكرناها. لا تردوا عليهم، هاي الشغلة الأولى. في ناس من قديم الأجل لليوم يقول لك يا قناة المجد اثبت علمك. ثبتنا علمنا من قارة آسيا ومن قارة أفريقيا ووثقنا، ذكرناها من قديم. صار اليوم أي شخص يوثق عندي. الأنفس المريضة معروفين بالاسم إخوان، بنعدوا على الأصابع، مش طايب لهم. بحاولوا يقلبوا الحق باطل والباطل حق. بحاولوا لما صلاح خرفان يوثق على القناة من الشرفاء تلك الأشخاص، عشان ولا واحد يبطل يوثق عندي يا أخوان. صاروا ياخذوا الفيديو ويعطيه ردود كذب ودجل واحتيال. يعني مثال، أنا متابع أكاديمية المجد، طلت بعلم قناة المجد معادن، بوثق وبقول له والله ما أقوله شهيد، وبنزله، وقناة المجد بتنزله على القناة. بيجي هذول تلك الأشخاص اللي مقهورين من قناة أكاديمية المجد، أول كلمة يقول لك فبرك. إذا شخص إخوان يقول لك والله ما أقوله شهيد، ظل خلاف هذا الحكي بردوا ياخذوا الفيديو، انظر كيف يفبركوا وكيف بجيبوا. انت شو لك علاقة تاخذ فيديو من اللي بودوا لي اياه متابعيني؟ مثال، ليش بتاخذه؟ لانك تافه. ليش بدك تخلي الاشخاص يبطلوا يوثقوا عندي؟ مثال، بوثقوا. دائما نقول اخوان الساكت عن الحق شيطان اخرس، والذكي يفهم. كي نرجع زي اول، نرجع بتتذكروا أسسنا القناة اليوم، كل يوم نوثق. تلك الأشخاص للأسف الشديد اللي قلنا وين راحوا؟ وين إجوا؟ وين عملوا؟ وينهم؟ ولا أخذت المعلومة فركت. بعلمي يا إخوان وأجهزتي كنت ذكي قديم يا إخوان، تكلمت لسانيا قديم والله. لو أرجع للأرشيف من قديم، من أيام الشيخ المجرد لليوم. كيف أنت اليوم تبحث بأجهزة قناتي وبتودي الفيديو اللي بتطول به مقتنيات لقناة أخرى؟
كيف كيف يا اخوان صارت هاي؟ اجهزة قناتي مثال، تيجي بفحص انا على سبيل المثال، بروح بودي الفيديو هذا لقناة فلان، كيف صارت؟ طيب هو جهازي سيخي، كيف متابعيك طالوه؟ أجهزتي هاي. معناته يفضل ابلع لسانك، أفضل لك أنت وغيرك، ابلع لسانك، ابلعوا 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 فقط لا غير. والذكي يفهم يا اخوان. ارجعوا وثقوا يا اخوان، متابعي أكاديمية مجد، ارجعوا وثقوا على هذه القناة. ساكت عن الحق شيطان أخرس. نستودعكم الله.